السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أحبابي في كويزين سيرين دي زاد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم وطليت عليكم بهذه الوصفة، وصفة بوكاسي بالخضار كما راكم تشوفوا، يعني حساء بوكاسي بالخضار. هي وصفة بسيطة بصح بنتها تخرج بنتها بنة. باش نحضروا هذه الوصفة أحبابي لازم لنا حبة بصل متوسطة مقطعة كما راكم تشوفوا، عندنا طريف تاع الدجاج، عندنا حبة بطاطا متوسطة، حبة زرودية، عندي نص حبة قرعة، وعندي عواد كرفس كيما راكم تشوفوا. هنا قبل ما نبدا الوصفة حبايب قلبي نتمنى تدعموني بجيم وابوني وتضغطوا على زر الجرس باش يلحقوكم الوصفات التوعي. وهذا الشيء يعني طبعا كما نقولوا فضلا وليس امرا. حبايب قلبي ما نطولش عليكم، يلا تفضلوا معايا نحضروا الوصفة. هنا في الطنجرة تاعي نحط شوية زيت، نزيد نحط طريف تاع الدجاج تاعي، نزيد نحط البصل ونملح، نحط التوابل، عندي شوية فلفل كحل، عندي شوية فلفل عكري، ونزيد نضيف شوية قرفة، نحرك مليح هنا بهذا الشكل هدايا هيدا هيدا باش يتقلى البصل مليح. هنا باش ما يتحرقوليش التوابل تاعي نحط حوالي 4 كاس تاع ما هيدا، ونحرك، نجيب الخضار تاعي ونضيفهم في هذه المرحلة هادية بهذا الشكل هدايا، ونزيد نجيب يعني كيما نقولوا مغرفة ممسوحة هكذا تاع طوماط كونسونطري، ما نكثروش بزاف هكذا بهذه الطريقة، ونكمل نحرك مليح. وانا هاد الوصفة مولفة نديرها بيضة، يعني كيما نقولوا ما نديرلهاش لا فلفل عكري لا طماطم مصبرة، نديرها غير بفلفل كحل وقرفة وتجي تاني بنينة تجي روعة. هنا نحرك مليح كيما راكم تشوفوا، ونزيد نجيب البواكاسي تاعي بعد ما شللتها مليح كيما نقولوا بما دافي، وحكيتها شوية هكذا بين صباطي مليح مليح خرج منها شوية هذاك النشا هذاك اللي بزاف، ونزيد نكمل نحطها هنا فوق الخضرة تاعي هكذا بهذه الطريقة هكذا بهذا الشكل هذا. نحرك مليح بهذه الطريقة، نخليها تتقلى شوية وما تغفلوش عليها على خاطرش تلصق تمتم. هنا حبايب قلبي نجيب ماء سخون ونمرق، نمرق قسمة طيب لي هذيك الجلبانة هيدا بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا، نحركها مليح ونغلق عليها ونخليها طيب. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما طابت لي البوكاسي تاعي كما راكم تشوفوا هكذا هي دابت، شوفوا نحي هذاك الطريف تاع الدجاج نحيه ونميكسي كامل المكونات مع بعض هكذا هكذا كما راكم تشوفوا. هنا كما راكم تشوفوا الحساء تاعنا راهو واجد، ضفت له شوية معدنوس ونزيد نحط له عصرة قارص بهذه الطريقة، نحرك مليح وهكذا يكون الطبق تاعنا واجد حبايب قلبي، نوريه لكم في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي للطبق تاعنا حبايب قلبي. نتمنى تعجبكم الوصفة وتدعموني بجيم وابوني وتخليوا لي تعليق شباب كيما نتوما يحفزني باش نزيد نحط لكم وصفات واحد اخرين. ودوك ما بقى لي غير نقول لكم استنوني في وصفات قادمة بإذن الله، في امان الله.